في شخص من اخواننا من اهل عمان من طيبة الرجال يسمونه موسم الرخاء. ما شاء الله. شوف الاسم موسم الرخاء. صاروا عياله يسمون ابناء ولد موسم الرخاء، ابن موسم الرخاء. فها سالفتنا اليوم على عمر ابن موسم الرخاء، والى الان ترى تذكر فيه ولد موسم الرخاء. اي ولد موسم الرخاء. هذا عمر طول اعماركم في عام 1972 ميلادي. تو السلطان قابوس متولي الحكم في عمان، وكان شاب رحمه الله رحمة واسعة، وكان نشيط وعنده همة تذكرني بهمة الأمير محمد بن سلمان عسى الله يطول عمره. همة شباب وتدق الجبال، يبي يصلح ويبي ينعش البلد ويبي مشاريع ويبي يفتح طرق وحفر آبار وتعليم وصحة وكل المجالات بيشتغل فيها، بس في وقت واحد القوة لله سبحانه وتعالى. البلد ناشئة في ذاك الوقت، كانت إمكانياتها بسيطة، الشركات اللي فيها ما تكفي ومعداتها ما تكفي. قام عمر هذا يفكر، قال أنا ما تصلح لي الوظيفة، أنا لازم أشتغل في العمل الحر. طيب العمل الحر يبي دراهم، يبي رأس مال ينجز. طيب ويدور في الديرة ويناظر لا والله المشاريع كل أكثرها متعطلة، تشتغل شوي، هذا فيه معدتين وذا ثلاث وذا شيول وذا واقف، وش العلم يا رجال؟ قالوا والله ماش معدات، لو فيه معدات اشتغلنا. طيب قالوا الشركات ما عندها معدات، متوزعة معداتها في البلد، مشاريع واجد في وقت واحد. قال هذا ضربة الصقر، أجل أشتغل في المعدات. هو ما عنده خبرة، طيب وين أشتري معدات منه؟ داس الراي ونشد قالوا مالك إلا الكويت. عجيب. هي الوكالات ذاك الوقت، وكالات السيارات الكبار والمعدات الثقيلة. قال الكويت قريبة بس الدراهم، ويبيع له أرض وينفذ له، ينهي شراكته مع واحد من عيال عمه ويجمع طرافة منه ومنه، جمع له شيء يعني معقول في نظره انه مبلغ، على حسب المعلومات اللي جته انها يعني بثمن بسيط المعدات. ركب وراح للكويت، امره حكى الليله في فندق متواضع. يوم اصبح الصبح ولا نذكرها ايضا، يقول يوم رحمه الله، يقول يوم دخلت الفندق، يقول لا والله انهاك اللي في الجدار بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحنب تقول فحلب، ولا يقول اثر المكيف. سبحان الله. يقول انا عمري ما شفت المكيف، اسمع به بس ما قد شفته. يقول يوم التفت له كل كبر هالطاوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تضغطه ويشتغل تلفزيون، لا اله الا الله، شيء عظيم هذا. يقول طال عمرك، يقول تبجي بمرح بس انا بالسيارات ما بلا تلفزيون ولا مكيف. يقول وانا امرح. يقول يوم اصبحت واخذ ذاك التاكسي قلت يا ولد ودني لمعرض السيارات والوكالات. قال ابشر ركب وديني. يقول يوم جيت، يقول انا ناظر لها كالقلابي من وراء القزاز مدخلا في المعرض ومعروض على عرض. يقول هو اللي يبيه نفسي فيه انا، ابي هالقلابي. يقول له في بالي ابى اشتري 3 قلابيات. طبعا في الخليج ترى ما يسمونها قلابي، احد عنده خبر وش يسمونه؟ 6 الاول. لا لا يسمونه نتسال. اي نتسال، اي نتسالات. اي قال ابي لي 3 نتسالات وابي لي غراف وقريدل. هو مع 3000 هالحين 3000 يحسب انها يعني بتغطي. يوم دخل ويقابله هكا المسؤول مبيعات، اهلا وسهلا حياك الله، لبسه عماني واضح انه مو من اهل البلد. اخدمك في شيء؟ قال لي والله هال مبروك، هذا كم هو به؟ قال هذا 3700. 3700 عماني، عماني ذاك الوقت، يا الله، يعني 37,000 ريال ذاك الوقت. وين؟ قال ها تكفى عدل بدل. قال والله هذا العلم، لكن أنت وش تبي؟ قال أنا أبي 3 وأبي قريدل وأبي غراف. قال الله يحييك كلها موجودة، بس تدري تفضل معي مدير الشركة، حس إنه الرجال وده وصامل بيشتري، لكن فيه شيء رده يبيه يصمل. هذا من جنسية عربية، وداه إلى مدير الشركة. دخل عليه ولاك الرجال اللي في مقدم الشيب، تو الشيب على ما قال واصله، ما نحب قايلين كبروا فلان.
نور. رجال في نص عمره. اهلا وسهلا. اي تلقى بنظر خوي. الحاصل طول اعماركم ان الرجال هل لو رحب به يا مرحبا حياك الله فز وسلم عليه. سمي يا ولدي وش علمك؟ قال انا ابي لي كذا وكذا وكذا. قال ابشر كلها موجوده. كم معك؟ قال يقول ب 3700 وانا والله فلوسي قصرت لكن تدري كثر خيركم اجل بروح وبستخير الله. سنه هون ابستخير الله والله فلوسي ما تغطي. قال لا 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 انت لك لزوم ثاني يا ولدي غير هذا في الكويت ولا ما لك لزوم؟ مدير الشركه اسمه يوسف. قال لا والله ما لي لزوم. قال اجل انتظر ولا عليك امر شوي بس. قعد هو وياه يجي نص ساعه طلب له الشاي والقهوه. قال يا فلان. قال سم. قال خذ الرجال انت وين ساكن يا ولدي؟ قال ساكن في الفندق الفلاني. قال عيب الحين ما انت من اهل الديره واجنبي وتسكن في فندق وبيوتنا مفتوحه. اي والله متى تصير هذه عيبة علينا احنا يا اهل الكويت. لا والله ما قد صار. انا اشهد والله. قال تعال يا فلان خذ الرجال هذا وروح لفندق وشيل شنطته وجيبه لي في البيت واليوم الغداء. قال لا لا. قال والله العظيم انها انتهى غدا البيت ما عاد يمديني اتصرف. قال الله يجود عليك. فعلا راحوا وتغدوا. قال روح هذا مفتاح غرفتك وانا ابوك شوفها غرفه الضيافه ذيك قيل فيها والعصر بنرجع للمعرض وان شاء الله امرك سمح. عودوا للمعرض. دار هو وياه ووراه المعدات والسيارات و قعد عنده ضيف. يوم جاء هك الليله عودوا ولا حاط له ذبيحتين ولا عازم الرجاجيل. قال هذا عشاك وكرامتك هذاك غدانا حنا اما ذا عشاك انت. قال يا مال الغناة واليسر وصلت. قعد عنده يومين ثلاث. اي والله بيض الله وجهك. لا بعلمك منه وبتعرف انك كفو شروه من عندي. شرواتك طيب. اسمه يوسف. قال يوم اخذ يومين ثلاث لا والله ان المعدات جاهزه اوراقها. قال وين تبي نوصلها؟ قال ابيك توصلها لظفار جنوب عمان. اي صلاله الحين. قال ان شاء الله شهر ونص شهرين وهي عندك. قال اي بس الفلوس انا ما معي الا هذه ويمدها لي ويعدها ويضحك ويردها علي. قال والله ما اخذها. اي والله. قالوا شلون ما تاخذها يا ابن حلال انت اكرمتني وانت غديتني وسكنتني في بيتك ولا تعرفني ولا انت ماخذ حتى فلوس هذه ما تغطي قيمه قلاب واحد. قال يا ابن الحلال سيماهم في وجوههم الله يهديك. انا اعرف الرجال من وجهه. انت احرص مني على الوفاء وانت هالحين هذا اللي راس مالك ما معك غيره عندك شيء ثاني؟ قال لا والله. قال اجل وانا ابوك المعدات ما تصلح الا بفلوس والفلوس ما تصلح الا معها معدات ما تشتغل هذه الا بهذه. قال والله انك صادق لكن قال خذها ورح وترزق الله سنه سنتين ثلاث متى ما الله يسر عليك وصار عندك الزوج ردها لي. سبحان الله. قال بيض الله وجهك. رجع لعمان فعلا خذ له شهر ونص شهرين جت المعدات وهو يشيلها ويحطها في برحة كبيرة قدام بيته وجو أهل المنطقة يتفرجون معدات جديدة وشيء وكم كلفت وكل عادي حتي مغبوط بالخير هالحين ما درن هدينه في الذمة وكل اللي يرقى عليه واللي يحول واللي يطل تحتها واللي اي والله باتر يجيه طال عمرك مسؤول شركة ما صدقون فيه معدات. قال يا عمر المعدات لك؟ قال الله الله. قال احنا بنستاجرها منك كلها شهريا ب2000 ريال عماني مبلغ مهول. قيمة القلاب الواحد جديد 3700 هذا بيستاجروا المعدات كلها ب2000 يعني مبلغ جميل. قال توكل على الله. متى جيك؟ قال بكرة تجيني في المكتب شهريا ب2000 ريال عماني مبلغ مهول. قيمة القلاب الواحد جديد 3700 هذا بيستاجروا المعدات كلها ب2000 يعني مبلغ جميل. قال توكل على الله. متى جيك؟ قال بكرة تجيني في المكتب نوقع العقد. قال خلاص. يوم جم سيان في نفس اليوم أو من باكر الصبح قبل لا يروح للي يتفق معه لا والله أن الباب يطق. يلا خير العلم مرحبا. لا والله خواجه بريطاني ومعه مترجم. قال أنت صاحب المعدات؟ قال لي نعم. قال حنا نبيها. أنا معك كبير المهندسين من مكتب والي ظفار. مكانه. قال المعدات راحت. قال شو راحت؟ قال جاء رجال من شركة واستأجرها مني. قال لا لا حنا نبيها وحنا أولى وحنا من مكتب الوالي مثل ما تقول الوالي عندهم عندنا مثل الأمارة.
قال حنا أولى ومشاريع الدولة أولى من مشاريع الشركات. قال والله أنا كلمتي سيف. قال كم عطوك؟ قال عطوني 2000. قال بنعطيك 4. لا فيها كلها. قال حنا بنعطيك 4000. قال فيها كلها بس 2000 عماني ترى اضرب في 10 وذاك الزمان. قال بنعطيك 4000. قال لا. قال 5. قال لا. قال 7. قال يا اخوي لو تعطيني 700,000 انا كلمتي على رقبتي سيف. انا اعطيت الرجال نية. قال ما وقعت. قال ولو ما وقعت لساني. هذا عمر ابن موسم الرخم. اي بالله الله يغفر لنا وله توفى الله يغفر له. احتار معه. قال من الشركة اللي استاجرت منك؟ قال الشركة الفلانية. ضحك طبعا نترجم بيناتهم. ضحك الخواجه. قال هانت. طيب لو جبت لك اللي استاجر منك يقول ما عاد بيها تقبل بعرضي ب7,000؟ قال اي والله اذا هو هون ما عندي مانع انا بس انا ما ارجع في كلامي. يا الله شوفوا طيبة الرجاجيل وشوفوا وشلون. الله اكبر يا اخي وين هالرجاجيل هاي غريب ما عاد تلقى. لا ما ندر. الحاصل طول الله اعماركم فعلا بكره جاب الرجال يمول عليها وبينهم علاقه ومشاريع وهو يضحك ترهي انت الخواجه. قال هذا خويك ها. قال يا عمر شكرا احنا ما عاد نبغى المعدات. قال بيض الله وجهك اجل وقع عقدك انت الحين 7,000 رزق الله. شوف النية الطيبه والله هو يروح معه ويوقع العقد ب7,000. دار الكلام هذا وترى مساله معدات وبالعدد هذا ذاك الوقت كانت شيء كبير. وصلت الوالي قالوا احنا لقينا معدات ولكنها غاليه وكذا كذا. هذه قصتها. قال من هي عنده؟ قالوا عند عمر ولد موسم الرخاء. قال معروف هو وابوه وجماعته اعرفه هو شخصيا جيبوه تعال يا عمر ويجلس معه. سلم عليه قال يا عمر انا اعرفك انت شاب ما عندك مبلغ المعدات دي كلها بصراحه انت من وين تسلفت المبلغ هذا كله؟ ضحك عمر قال والله ما دفعت يا ريال. قال شلون؟ قال والله القصه كذا 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 وتاجر كويتي اسمه يوسف اسال الله ان يوفقه وثق فيني وعطانيها مجانا. قال متى ما جت تجي. قال الله يبيض وجهك ووجهه والله انا ما تستغرب على اهل الكويت يفعلون هذه واكثر. لكن تدري فزعة مني ما دام المساله في دين وذمه ان بنعطيك حق 3 شهور قدام مقدم وهذا شيك ب21,000 ويقعطونه الشيك ما طلع من مكتب الوالي الا مع الشيكه. يركض البنك قالوا في فرع في الكويت نفس المصرف هذا روح واستلم منك ويركبوا للكويت. تراه ما كمل الحين 3 شهور في حدود ال3 شهور رزق الله سايق الله. وروح واصرف المبلغ 21,000 ما درى يوسف الا هو داخل عليه في المكتب. اهلا وسهلا يا مرحبا يا مسهلا زارتنا البركه. ها عسى اموركم تيسره تبي زود معدات ترى كل شيء حاضر. قال لا. قال وش العلم؟ قال العلم بسم الله طلع منه رزمه ومنه رزمه. قال عد اشهد ان لا اله الا الله. وراك تضغط نفسك ليش تسلف وين جبتها مالك ما بعد امداد. قال لا اله الا الله القصه كذا 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 ورزق الله يؤتيه من يشاء. يا الله انا صدقت مع الله وصدق الله معي وانا هذا من وفاك وطيبتك والله ما اخرها. هذا حلالك مو بحلالي او بعض حلالك لكن هذا هو جزاك الله خير وبيض الله وجهك. عمر الله يرحمه عمر هذا اللي نتكلم عنه ولد موسم الرخاء اسمه عمر ابن عوض الرواس. تطور وصار من ملاك من رجال الأعمال وكما بلغوني أحد المتابعين يقول أن هذا تولى وزارة الإعلام عندنا وصار ينفذ مشاريع خيرية في عمان على حسابه للدولة. يقول خلاص هذه للوطن لها الظفار لها العمان يستاهلون. يوسف ترى الشخصية معروف هو اي والله هو رحمه الله رحمة واسعة هو الشيخ يوسف ابن أحمد الغانم. اي والله ونعم الله يرحمهم جميع لا تنسونهم ترحموا عليهم لأنهم كلهم الحقيقة وصلوا لنا درس ونقلوا لنا يعني شيء قمة في الرجولة والتفاني والعطاء والثقة اللي للأسف الآن يمكن انعدمت لكن احنا نقول لها مثل هالقصص هذه. اي بالله ما أعرفه لكن وثق فيه وسلامتكم.